أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. فامتدح رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله بهذه السجية والخلق، ولم يمدحه بأمر آخر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله كامل من جميع النواحي، لأن الله سبحانه وتعالى أدبه فأحسن تأديبه. الجانب الخلقي أمر مهم، فلا بد أولا من إلقاء الضوء على تعريف عنوان المحاضرة، وهو الفساد الأخلاقي، قبل الدخول في نقاط المحاضرة. أولا الفساد في قبال الصلاح. عندما نرجع إلى الكتب اللغوية نلاحظ علماء اللغة عندما عرفوا الفساد قالوا أنه إما نقيض الصلاح أو ضد الصلاح. طبعا هناك فوارق دقيقة لا مجال لذكرها، يعني فقط من باب البيان. يقول بعض المرات بعض التعريفات تكون أخفى من المعرف، يعني الفساد والصلاح أمور مفهومة وواضحة، ولكن فقط لتقريب الفكرة نذكر عدة مفاهيم مرادفة لبيان معنى الفساد. إذن الفساد هو ضد الصلاح، معناه الهلاك، هلاك الشيء، اضمحلال الشيء، هذا هو الفساد. فإذا أضيف إلى الأخلاق يعني هو اضمحلال وهلاك وانتقاض الأخلاق. بعد أن عرفنا الفساد لا بد أن نعرف الأخلاق التي أضيف إليها العنوان المفاسد الأخلاقية أو فساد الأخلاق. الأخلاق هي الطبائع والسجايا. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها: الرحمة، المودة، الإخلاص، الحب، التفاني. ولكن قد يكون هناك انحراف من الطبيعة المعتدلة إلى الطبيعة الطبيعة المختلة، فالإنسان يصير عنده انحرافه في هذه السجايا. بدل أن يكون الإنسان عفيفا يكون سارقا مثلا، لأن العفة في كثير من الأمور: عفة الفرج والباطن، وعفة العين، وهكذا. فإذن هذه المفاسد الأخلاقية. عرفنا مفاسد الطباع والسجايا المحمودة، لأنه قول المنسوب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق الطبيعة، طبيعة الإنسان، يعني مو دائما الخلق يكون خلق حسن إذا عبرنا عنه بالطبيعة والسجية، لأن الإنسان متسرع، طبيعته متسرع، طبيعته عدم الصبر، طبيعته مثلا الأنانية. يعني عنده سجية، لأنه دائما ما نستطيع نقول مكارم الأخلاق، يعني هناك أخلاق ليست محمودة، بمعنى طبائع. إنسان متخلق، يعني المقصود بالأخلاق الحميدة. إذن عرفنا مفهوم العنوان، وهو مفاسد أو الفساد الخلقي أو الفساد الأخلاقي، لأن هذا معنى الخلق، معنى
الفساد. نأتي إلى شنو؟ إلى أمر آخر لا بد من بيانه، وهو مسألة أنواع الفساد الأخلاقي. البعض يتصور في كثير من العناوين عندما يراجع الإنسان بعض الأبحاث يلاحظ أن الفساد الأخلاقي يعبر عن ككناية عن بعض الرذائل التي تقترف والعياذ بالله، كالنظر إلى شنو الأمور الخلاعية، أو ترويج مثلا الصور الإباحية، أو النظر إلى المرأة المحرمة، أو والعياذ بالله هذه شنو ما شابه ذلك. أما التعبير الحقيقي عندما يضاف الفساد إلى الأخلاق، فالأخلاق لها عرض عريض واسع، لا ينحصر في خصوص يعني الانحراف. شنو انحراف؟ يعني الانحراف اللي بتعبير الانحراف شنو عن الطبيعة المعتدلة في شنو في مسألة الجنس. هناك أمر مهم قبل الدخول في ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع لم يشرع لخصوص أفراد، يعني ما وضع القوانين والأحكام فقط للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا كان هناك شنو القانون الموضوع للحالات المكتملة، الحالات النادرة في الكمال، يكون شنو تقنين فقط مختص بهؤلاء الفئة. البقية هناك شواذ، أشخاص شنو عندهم نوع من الشذوذ عن الحالة الطبيعية، ما نعبر عن شنو الشذوذ عن الحالة العادية الطبيعية المعتدلة، هذا شنو في إفراط أو تفريط. فالقانون الإسلامي لم يلاحظ فقط الحالات المكتملة، نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله سبحانه وتعالى وسع على من يريد الكمال، فأمره بأوامر ولو شنو أوامر غير إلزامية، بحيث أنه يستطيع أن يتكامل من خلالها أكثر من غيره، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يلزم الآخرين بذلك. القانون الشرعي لاحظ حتى الحالات، يعني احنا مثلا لو نفرض حالة الاعتدال أن الإنسان يكتفي بامرأة واحدة، صح ولا لا؟ يكتفي بامرأة واحدة وخلاص، بعد احنا بتعبيرنا مرأة واحدة وتزيد. واحد لا يكتفي بامرأة يقول له مثنى وثلاث ورباع، ما يكتفي، هناك شنو باب واسع غير شنو غير متعدد، ولكن الإنسان ينبغي عليه أن لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. فالقانون الشرعي مكتمل، ما فيه ثغرة. هذه شنو الثغرات يسدها التقنين والقانون الوضعي، نلاحظ فيه ثغرات. يضع قانون ثم يرى شنو النقائص، ثم يرى أن هذا القانون لا يصلح لهذا العصر أو في هذه البلدة أو تلك البقعة فيغير. أما القانون الشرعي عجيب غريب، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم القيامة. كذلك بالنسبة إلى المستحب، ولكن الأحكام الإلزامية مثل بها شنو هذا النص. إذن لا ينحصر الفساد الأخلاقي فقط في الفساد اللي متعلق بالجنس، هذا اللي بعضهم شنو يظن. الفساد الأخلاقي فساد كل خلق حسن مطلوب، هذا شنو نعبر عنه بأنه فساد أخلاقي. ولذلك التقسيمات تقسيمات باعتبارات. مرة نقسم الفساد الأخلاقي باعتبار الجارحة التي تقوم بهذا الأمر أو بهذا العمل، العين مثلا نقسم باعتبار الجوارح. فالمفاسد التي تتعلق بالعين، النظر الحرام، النظر شنو تجسسا، الإنسان يتجسس بالعين. بالأذن يسمع الغيبة، يتجسس على الآخرين بسمعه. اللسان الفحش، البذاءة، السب، الغيبة، النميمة. نلاحظ أن ما شاء الله
اللسان له شنو باع طويل في هذه الجوانب. كذلك بالنسبة إلى المفاسد التي تنشأ شنو من خلال اليد، البطش بالآخرين، التعدي على الأيتام، التعدي على شنو على ما لا يجوز كالسرقة وأمثال ذلك. إذن هناك شنو تقسيم لهذه المفاسد الأخلاقية باعتبار الجوارح. مرة نقسمها لها باعتبار آخر، نقسمها بلحاظ أنها ظاهرة ضئيلة، ومرة يعني عفوا حالة فردية أو ظاهرة اجتماعية، فنقول هذا شنو حالات فردية نادرة، وهذه ظاهرة اجتماعية. إذن تقسيم المفاسد الأخلاقية بهذا الاعتبار. وهكذا التقسيمات شنو باعتبارات. إذن لا حصر لأنواع وأقسام المفاسد الأخلاقية، لأنها قد يقسمها شخص بهذا الاعتبار، يأتي آخر يقسمها باعتبار آخر، فتكون هناك شنو طبعا المقسم إذا واحد تتعدد بحسب المقسم، ولكن المقسم قد يتعدد. يعني المقسم الشيء الذي من خلاله نقسم. فالإنسان من حيث القراءة والكتابة قارئ وغير قارئ، الكتابة كاتب أو غير كاتب، شاعر هذا نسميه شنو مقسم، الأمر اللي من خلاله نقسم. إذا المفاسد الأخلاقية ليست شنو يعني مختصة بالأمر الأول الذي ذكرناه، وهو شنو أنه بعضهم يختزلها في خصوص هذا المورد، وهو شنو المفاسد الأخلاقية اللي هي شنو متعلقة بشنو بالحالة الجنسية. وإن كان هذا قد يستغل استغلال كبير جدا من حيث إفساد الفرد والإفساد المجتمع، خصوصا البلاد الإسلامية، لأن هناك من يتربص بنا الدوائر. إذن عرفنا التقسيمات، وهي تقسيمات كثيرة، ولكن نمثل شنو أمثلة ومصادق تهمنا، لأنه ليس المهم أن يذكر الإنسان يعني أقسام كثيرة، المهم أن يذكر هذه المصادق اللي الإنسان يبتلي بها. أما بالنسبة إلى المحور الآخر وهو نظرة الإسلام إلى الأخلاق، عرفنا من امتداح النبي صلى الله عليه وآله لأجل خلقه وحصر البعثة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يتبين أن الخلق أمر مهم في الشريعة الإسلامية، وهو كيان الإنسان، وهو الجهة التي شنو بها يكتمل. لا يكتمل الإنسان بطوله أو عرضه، هذا كمال مادي. يعني قد يكون إنسان كامل البنية، قوي البصر، قوي كذا، ولكنه ليس فاعلا، ليس مؤثرا، بل قد يكون شخصا هداما يهدم المجتمع. وقد يكون إنسان مشلول أو لا يستطيع الحركة، ولكنه ما شاء الله يمتلك من خلق وكمالات ما لا يمتلكها غيره. من باب اللطيفة، كان أحد الأساتذة شخص كان بلغ 90 وزاد عمره، كنا ندرس عنده في يوم الجمعة، يعقد جلسة باسم الإمام الحجة سلام الله عليه، يعني جلسة يوم الجمعة، قراءة مقاطع من دعاء الندبة، الكلام في قضايا أخلاقية أو قضايا توحيدية. كان يتكلم ويحضر ما شاء الله من الناس، نساء ورجال، طلاب علوم دينية، تجار، صغار السن وهكذا. ولكن هذا الشخص كان غريب عجيب، ما يستطيع الحركة، لكن لا يريد أن يعني يمد الآخرون له يد العون. مرات يريد أن يفتح القرآن فأنا أقرب، يزحف شنو يفتح الكتاب، كتاب الله العزيز، ثم يقرأ منه. كذلك بالنسبة إلى شنو إلى مثلا إلى رواية من الروايات، يأتي بالكتاب، لا أتكل على غيره أبدا، وإنما هو شنو يعمل كل شيء بنفسه. مع أنه كبير السن كان يعقد هذه الجلسة باستمرار، إلا أن يكون هناك عارض صحي يعني
يلزمه بعدم مثلا القدرة على شنو إلقاء مثل هذه المحاضرة. هذا إنسان ما شاء الله متفاني في خدمة الناس، في خدمة الشريعة، في خدمة نفسه، يعني الإنسان يتكامل فشنو يرتقي. والمجتمع ليس هو شنو حالة مثلا حالة لها وجود نقول نشير إليها المجتمع أفراد. كلما الإنسان تكامل وابتعد عن الرذائل الخلقية والمفاسد الأخلاقية اكتمل، فيكتمل شنو المجتمع. ولذلك المفاسد تأتي من فرد ففرد ففرد، فتكون هناك ظاهرة يصعب السيطرة عليها. نأتي إلى شنو مصادق للمفاسد الأخلاقية. الآن عندنا وسائل التواصل. وسائل التواصل هي نعمة ونقمة في نفس الوقت، لأنها من الآلات المشتركة، قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر. قد يستعملها الإنسان في نقل الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة المقصود منها يعني المأخوذة من مصادرها، ينسبها إلى مصدرها، يقول هذا في كتاب مكارم الأخلاق قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما في كتاب مكارم الأخلاق. ما نقصد أنه شنو صحيحة يعني راويها عدل عن عدل عن عدل، لأن هذه تحتاج إلى اختصاص، بس على الأقل ينسب نسبة حقيقية، مو بيتقول على النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن قد يستفيد الإنسان من هذا. محاربة الظواهر السيئة، ظواهر اجتماعية، يشوف ما شاء الله الناس الآن قسم منهم، ما نقول قسم، حالات فردية، لكن مشكلة أن تشكل بعد ذلك ظاهرة. شوف أشخاص كأصدقاء كلما يعني هؤلاء شنو قلة نشير إن شاء الله ليس في مجتمعنا إن شاء الله القريب، ولكن كلما كانت هناك علاقة صداقة قوية يبدأ أحدهما يسب الآخر من باب شنو كالسلام عليه، بدل أن يسلم عليه، بدل أن يصافحه يسبه سبا يعني شنو فاحشا، ويتقبل الآخر، بل قد يضحك ويبتسم بسبب هذه شنو هذه السب والشتم. شوف ينزلون من سيارة واحد يبدأ شنو بتوجيه السب للآخر والآخر يضحك، أو إذا هناك مجموعة ما يعني يرفضون هذه شنو هذه الظاهرة. بعد ذلك شنو تصير ظاهرة قوية في المجتمع، شيئا فشيئا تترسخ، تالي بعدين يعني الإنسان يصعب عليه أن يحاربه. كذلك بالنسبة من الظواهر ظواهر الغش. الإنسان شنو يعني الآن واحد مثلا تاجر عقار، التاجر فاجر إلا أن يتفقه في دينه، يعني ما في معرض الفجور، مو فاجر يعني كل التجار فجر، لا لا لا، مقصود التاجر فاجر بمعنى أن التاجر في معرض الفجور، إن شنو يعني يخطئ، يغش، يأخذ حقوق الآخرين إذا لم يتفقه في دينه. ولذلك قالوا بأنه يجب على الإنسان أن يتعلم بمقدار حاجته، بحسب ابتلاءه، بحسب مهنته، يتعلم الأحكام بحسبه. بس نلاحظ شنو أنه يعتبر من الذكاء من الفطنة أن أتي بشخص مثلا يتيم مات أبوه عليكم السلام، وجاء شخص مسكين لا يعني خبرة له في السوق، يأتي مثلا بالعقار، يأتي مثلا بالأراضي أو أمثال ذلك ويعرضها، يجي هذه يأخذها بثمن بخس أو شنو يبيعها يعني بأثمان غالية ويعطيه يعني القليل، ويعتبر هذا شنو هذا من أنواع الذكاء والفطنة والشطارة. إذن هذه مفسدة من مفاسد الأخلاقية، أن الإنسان يغش. من غشنا فليس منا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله منسوب إليه هذا القول، من غشنا فليس منا. بل في بعض الروايات مضمونها أن الإمام سلام الله عليه، لعله الإمام باقر أو الإمام الصادق كما هو منسوب،
أنه مر بتاجر دقيق فحذره من الغش، قال يعني بهذا التعبير: من غش غش، ولو في أهل بيته. يعني شو يصير؟ مثلا نوجه الرواية، يعني أنا أجي مسكين واحد ما عنده التفاتة، ما عنده مسكين دراية، وأجي أغش لأنه هذا مسكين قليل الخبرة. تأتي زوجتي وتذهب إلى السوق، يجي واحد يغش، يتسلط عليها ويغشها ويأخذ أموالها ويعطيها شنو؟ أمور لا قيمة له، وقد يكون الأمر أكبر وأكبر أيضا. إذن هذا شنو؟ من الأمور التي تبين أن الغش له آثار وعواقب وخيمة، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، يعني ليس من المسلمين. هذا معناه يعني ليس من ديدن المسلم أن يغش أخاه المسلم. كذلك بالنسبة إلى شنو؟ إلى بعض الظواهر اللي الآن العفة في المرأة، العفة في الرجل، العفة في الشاب، أمر مطلوب. والله سبحانه وتعالى شنو؟ شريعته شريعة شنو؟ تحث على الخلق قلنا بعرضه العريض. يعني العفة أمر محمود عند الجميع كل، لأن الخلق الحسن والخلق الطيب ومكارم الأخلاق، النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني بعض مكارم الأخلاق موجودة، ولكن جئت لأتممها وأرسخها ويبين حدودها. نلاحظ الآن يعني مشكل، يأتينا الغزو من هذه الجهة. الفساد الأخلاقي، احنا نقول الفساد الأخلاقي أمر فيه دمار، ما يستطيع مثل أهل الشرك، بلاد الكفر، أعمدة الكفر، أن يحارب الإسلام بالسيف سابقا، ولا شنو بالسلاح. اتجهوا إلى سلاح آخر، وقضية شنو؟ قضية والعياذ بالله هذا شنو؟ الفساد الأخلاقي الجنسي. لهذا فيجي الشاب عنده غرائز، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغرائز لأهداف وغايات نبيلة، وهي من كمالات الإنسان، وبه الإنسان يفترق عن الملك وعن غيره، عن بعض الكائنات، وإلا قد تكون الشهوة موجودة في بعض الحيوانات، بس الإنسان فيه شنو؟ هذه الطبيعة وضعت فيه لحفظ النوع، ولكن يحرف الشيطان، يحرف الإنس بأن يثير هذه الغرائز المدفونة. الشاب الله سبحانه وتعالى شنو؟ جعل هذه الغريزة حتى الإنسان يحفظ النوع، يبقى النسل البشري، وليس الهدف من يعني قضية المبالغة. نعم الله سبحانه وتعالى يجر يعني أودع هذا الشيء في الإنسان كأمر مفطور عليه الإنسان، ما يستطيع أن يتخلص، يقول أنا ما أستطيع شنو؟ ما أريد أن أتزوج. هذه وإن خبت وضعفت، ولكنها في بعض الحالات، ولو في حالات شنو النوم تستيقظ، لأنها لهدف وضعت. ولكن الآن مسألة شنو؟ ترويج بوسائل الاتصال، مواصلة الرجل مع المرأة، اللباس، الحجاب، صار قضية شنو؟ قضية فتنة العصر. ولا يستطيع الإنسان أن يتكلم، يتهم شنو؟ بالرجعية، يتهم بأنه إنسان متدين متخلف، ضد هذا شنو يرميه أعداء الدين، ضد الحريات، ضد كذا، بسبب شنو؟ بسبب أنه يريد العفة. والإنسان إذا كان منصفا يرى أن هذه الأمور فتن، لا يتقبل الإنسان أن يعني المفروض أن الإنسان من عنده غيرة، الغيرة شنو؟ المعتدلة من الخلق الحسن. فالله سبحانه وتعالى بعض الروايات تقول أنه غيور شنو؟
يعني على المحارم معنى من المعاني. نبي الله إبراهيم غيور، أما الرجل يظهر الزوجة في أحسن حلة، تظهر شنو مفاتنها ولا يبالي، ما يبالي، ما يتحرك، ما يصير عنده غيره. هذا شنو؟ هذا هو المراد، لأنه من خلال المرأة ينتشر الفساد. ولذلك الآن ما شاء الله مجلات صور نساء، مبيعات صور نساء، ملصقات صور نساء، مندوبة مثلا شنو شركات نساء. تستغل هذه الأمور من باب التطور، من باب المساواة. هذه نداءات قد تكون شنو الغاية منها حسنة، ولكن هناك خطأ في التطبيق، وقد يكون الهدف منها لا، الهدف جر الناس إلى المفاسد. وهكذا. يعني شنو؟ نأتي إلى كثير من المفاسد الأخلاقية تزين، فإذا انتشرت وبدأ الإنسان يتقبلها، لأن القضية الغزو ما يكون غزو مفاجئ، مثل الإنسان ما تستطيع أن تلقيه في الماء البارد فجأة، قد يصاب شنو؟ بصدمة، قد يتوقف عنده القلب. بعض الأطباء يقول ذلك، مو بكل الإنسان عنده حالة. ولذلك في البرك السباحة اللي هي شنو حار وبارد، يقول الإنسان ما يلقي بنفسه فجأة. فالصدمة المفاجئة شنو؟ يحس الإنسان بأنها أمور غير مقبولة، خصوصا إذا كان إنسان متخلق. والدين خلق، الدين سلوك. النبي صلى الله عليه وآله يعني هناك علاقة، يعني الخلق أمر واسع. إذا نحن الواحد يتنبه إلى أمثال هذه الأمور، يجي غزو شيئا فشيئا. الآن الواتساب، البعض يشتكي يقول يجي شخص مثلا يدخل، الأغلب الموجود في هذا مثل هذه المجموعة أشخاص متدينون يسلمون على بعضهم على البعض الآخر، يتناقلون شنو مثلا مجالس أهل البيت، القراءة، مجالس الذكر. يأتي واحد شنو فجأة يأتي لهم شنو بصورة غير مناسبة وغير لائقة. فهذا شنو؟ هذه من مفاسد عدم المبالاة بالآخرين، والانحلال لشنو؟ يعني الشخص ما يبالي بالدين، ما يبالي بالخلق، ما يبالي بالآخرين، لا يراعي الأعراف، لا يراعي النواميس، وهكذا. طبعا أمثلة تتناسب مع هذا الجمع الطيب، خصوصا في شهر الله، شهر رجب. هذا الشهر ما يتناسب مع ذكر بعض الأشياء فقط من باب المصادق. كذلك من المفاسد الأخلاقية مسألة شنو؟ مسائل اللي هي عادة تدرس وتدرس في كتب الأخلاق، مثلا شنو الرياء من المفاسد الأخلاقية، كعلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين هذا العبد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله سبحانه وتعالى عندما نقول وما أمروا، الله سبحانه وتعالى أوامره لا تكون عبثية، وإنما لأهداف. ما أريد الاستطراد، ولكن فقط من باب الإثارة. يعني عندما يأمر الله سبحانه وتعالى فهو لأجل صالحنا الدنيوي وصالحنا الأخروي. ولكن الإنسان مثلا قد تغلبه شنو؟ بعض المفاتن، مثل مسألة حب الظهور، حب كذا، فيصاب بمثل هذه الأمراض، وهو قد شنو؟ تعبر بعض الروايات أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة طبعا شنو؟ قد يتصيد الشيطان وتصيد شنو البعض. الإنسان مثلا يصير عنده مصيدة يقع فيها، فيتوقف عن العمل الحسن، يقول أنا ما أريد الرياء،
مع مجموعة، خصوصا الأيام شهر رجب، عمرة جماعية تصير في مثلا في القوافل، فيقول أنا شنو الليل أترك صلاة الليل لأني أنا شنو، لا يقول أنا أرائي، أو الشيطان يقول له أنت ترائي، فيتخوف الإنسان المؤمن فيترك العبادة مثلا شنو، خوفا من الوقوع في الرياء. لا، هذا مصيد من مصائد الشيطان. فالإنسان لابد أن يكون يقظا، يكون حذرا. فقضية الإخلاص أمر نابع من داخل النفس. الإنسان أهم شيء يعني يعرف نفسه أنه إنما أتى بهذا العمل لأجل الله سبحانه وتعالى، لا لأجل هدف آخر. والشهر رجب شهر شنو، تقوية الروح وتقوية الجانب، جانب شنو، الصبر. والصبر طبعا إذا الإنسان تقوى بالصوم، الصوم هذا شنو ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى أوجبه علينا شهرا واحدا في السنة، ولكن في شهر رجب الإنسان باختياره. ولذلك من ثواب الصوم أنه شنو، يعني يبعد عن النار مسيرة سنة، مسيرة شهر، وهكذا بمقدار عمل الشخص وإخلاصه، لأنه يجلي النفس. فمحطة من محطات الله ونفحة من نفحات الله هذا الشهر، يستطيع الإنسان من خلالها أن يصيغ نفسه صياغة. من منا لا يخطئ؟ تكلم عن نفسي وأمثالي، تكلم شنو عن نفسي وأمثالي. من منا لا يخطئ؟ قد يكون الخطأ شنو، خطأ يعني بسيط نتصوره، يعني مثلا عندما يقبل علي الإنسان المؤمن السلام، رد السلام بارد، رد السلام واجب، ولكن مرات تصير فيه إهانة. مرة المعاملة شنو في داخل المنزل، يعني هذه كلها مصادق أنا أذكرها فقط في الضمن لأنها كثيرة. معاملة الزوجة، معاملة الأولاد، معاملة الإخوان، معاملة الأصدقاء، تصير فيها نوع من أنواع الخشونة، وهذا لا يتناسب مع من خلقه حسن. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذا المقبول منسوب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا الشهر محطة صياغة، فالإنسان يستطيع من خلال شنو العمل والدعاء في هذا الشهر أن يكون شخصية أخلاقية بها يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، لأن هناك قوانين، هذه القوانين فيها لها ارتباط. العمل عمل مادي وله يعني وجود في عالم الملكوت والمعنى، الصلاة، الصوم، الدعاء، خدمة الناس، حب أهل البيت، وهكذا. فمن خلال هذا الشهر الإنسان يستطيع أن يعمل لنفسه شنو شخصية، طبعا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هناك مفاسد أخلاقية كثيرة جدا ما نستطيع أن نحدها أو نذكرها من خلال شنو، في خلال جلسة قصيرة. المهم أن الإنسان يتنبه لخطورة وفظاعة الفساد الخلقي، لأنه قد يكون هذا شنو، هذا الأمر يعني قد ترسخ في النفس شيئا فشيئا حتى أصبح كما يعبر بعض علماءنا أنه ملكة. ولا الإنسان شنو لا يقاس مثلا بشخصيته الاجتماعية ولا بماله، وإنما شنو بكماله، والكمال الخلقي من خلال العنوان الذي ذكر شنو في بدء المحاضرة: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بأمر آخر. ولا يعبأ الإنسان بكثير مما يقال يعني في قبال الشريعة الإسلامية، يعني أقصد القوانين التي شنو مثلا تذكر كبدائل للقوانين والأحكام الإسلامية، يعني ما يتكامل الإنسان إلا من خلال الطريقة الشرعية، ما هناك طرق
يتكامل من خلالها الإنسان إلا شنو؟ الصوم، قراءة القرآن، الدعاء، خدمة الأبوين، خدمة المؤمنين، قضاء حوائج الإخوان، وهكذا. ما هناك طريق آخر، وإلا شنو الإنسان يكون قد تخلى عن إسلامه، لأنه تسليم لله. الإسلام هو تسليم لله سبحانه وتعالى في كل شيء، حتى في القوانين. يعني أرضى بهذه القوانين كدستور أعمل به. فنسأل الله لنا ولكم بحق محمد وآل محمد، بحق صاحب هذا اليوم، أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بحسن الخلق، وأن نكون قريبين من نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على